بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل فتة شاورما بطريقة سهلة جدا وبسيطة، هنعملها مع بعض. تعالوا نخش على الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل فتة الشاورما الفراخ بطريقة سهلة جدا. هنعمل تتبيلة الفراخ الأول. هنزل هنا بكوباية صغيرة كده عصير برتقال. هنزل بليمون. هنزل هنا بالخل بتاعي. هنزل هنا بصل بودرة، توم بودرة، الملح بتاعنا، فلفل اسود، كزبرة، طبعا لو في جنزبيل هنحط جنزبيل، هنحط مثلا سنة قرفة صغيرة، بس لو مش حابين تحطوا حاجة ترجع لكم. هحط هنا معلقة زبادي، هقلب بقى المكون بتاعي. برضو لو حابين تحطوا بابريكا تحطوا بابريكا برضو شغالة. انا هحط هنا معلقة شطة، معلقة شطة حمرا كده. حبيت تحطوا صلصة بوريه مفيش مشكلة برضو، بابريكا مفيش مشكلة برضو. هقلب المكونات بتاعتي. هسيب الفراخ بقى فيها لمدة 3 ساعات كده. التتبيلة بتاعتي جاهزة. هنسيبها بقى كده في التلاجة لمدة 3 ساعات، أقل حاجة 3 ساعات، عشان خاطر تشرب الفراخ بتاعتي التتبيلة بتاعتنا وما تاخدش وقت مننا في البوتاجاز أو على الجريلا بتاعتنا. تمام بالشكل ده. كده الفراخ بتاعتي خلاص والتتبيلة بتاعتي خلاص. اخر حاجة هنزل بمعلقة توم صغيرة وهسيبها بقى زي ما قلنا كده اقل حاجة 3 ساعات، واغطيها كده ونسيبها 3 ساعات. هنعمل بقى الصوص بتاعنا، الصوص بتاع الفتة. هنزل بعلبتين زبادي او 3 على حسب الرغبة طبعا. الزبادي انا نزلت بعلبتين زبادي. هنزل عليهم بمعلقة توم كبيرة، توم مفروم، هنزل عليهم بمعلقة توم مفروم، هنزل بليمونة كبيرة كده معصورة، هنزل عليهم بخل، هنزل عليهم بمعلقة خل كبيرة، هنزل بالملح بتاعي، سنة فلفل اسود صغيرة، لو حابين نحط طحينة ممكن نحط طحينة، معلقة طحينة مثلا ممكن نحطها عادي مفيش مشكلة. هضرب الخليط بتاعي ده كويس
وهو دوت الصوص بتاع الفتة بتاعتي. تمام. هضيف شوية لبن صغيرين، وبكده خلاص جهزنا الصوص بتاعنا. وكده خلاص الفراخ بتاعتي اتبلت. هنزل بيها بقى في صينية، هحطها في الفرن. هحطها في الفرن لمدة 25 دقيقة أو 30 دقيقة بالظبط. هي كده بعد كده سيبناها 3 ساعات. هعمل بقى الرز بتاعي. هنزل بزيت او زبدة، زيت زيتون او زبدة او سمنة زي ما نحب. اول ما يسخن الزيت هنزل بالرز بتاعي. نزلنا بالرز بتاعنا اهو على السمنة او الزبدة. رز بسمتي، رز مصري، زي ما نحب احنا. اول ما الرز يسخن هنزل عليه بالملح والكاري والكركم. الرز سخن، هنزل برشة ملح، هنزل بالكركم، هنزل بالكاري، هقلب تقليبة زي ما قلت لكم. بسمتي، مصري، زي ما نحب. هقلب تقليبة حلوة. هنزل هنا بواحدة قرنفل، واحدتين قرنفل كده. هنزل قرفة صغيرة خالص. طبعا الحاجة دي على حسب الرغبة، مش اختياري، يعني حاجة اختياري. اسف، عايزين نحط ماشي، مش عايزين نحط مش مشكلة. واحدتين حبان، وكده ننزل بالمية بتاعتنا. اول ما يغلي الرز طبعا احط عليه خالص شمعة. نوطي على الرز، نغلي. اول ما يغلي الرز كده نوطي عليه بقى ونسيبه لمدة 15 دقيقة. وبكده نشوف الرز بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. كده الرز بتاعنا خلص. هنروح بقى نغرف نشوف الفراخ بتاعتنا. والفراخ بتاعتنا كده خلاص تمام. والعيش بتاعنا اهو محمصينه تمام، ندخل له 10. هنغرف بس كده. هغرف بقى البايركس بتاعتي، الصينية بتاعتي. هنزل بالعيش بتاعنا.
هنزل بقى بالصوص بتاعي. وبكده خلاص خلصنا فتة الشاورما بتاعتنا بالشكل ده. اشوفكم في فيديو جديد، الى اللقاء.